جربوا تعملوا اللحمة بالطريقة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم لان طريقتها سهلة جدا وريحتها بتقلب البيت وطعمها بيطلع خطير. مش محتاجين جنبها غير شوية رز بالشعرية بس ومعاها صوص خطير، واللحمة بتبقى دايبة وطعمها تحفة. اول حاجة في حلة بضيف معلقة كبيرة من السمنة، وبضيف اللحمة بكون مقطعة لمكعبات صغيرة وبقلب فيها على نار عالية على كل جنب وبشوح فيها كده لمدة دقيقتين. واول لما لونها يتغير بضيف عليها حبهان وورق لورا. بشوح اللحمة مع البهارات دقيقتين على النار، وبعد كده بطلع اللحمة من الحلة وبسيبها على جنب. وفي نفس الحلة بضيف 4 بصلات كبار مقطعهم شرايح رفيعة، وبضيف عليهم معلقة صغيرة من السكر. بقلب البصل على نار متوسطة لمدة 5 دقايق، واول لما يتبلوا كده شوية بضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان وبقلبهم مع بعض لحد لما البصل ياخد اللون ده. برجع اللحمة تاني مع البصل وبقلبهم مع بعض، وبضيف عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من ال7 بهارات. بضيف ميه مغليه لحد لما تغطي كل كميه اللحمه، وبعد كده بهدي النار وبغطي وبسيبها لمده ساعه. بعد ساعه لو احتاجت ميه بزود لها ميه مغليه. اول لما اتاكد خلاص ان اللحمه استوت بضيف معلقه صغيره من الملح وبطاطس متقطعه لمكعبات متوسطه وبقلبهم مع بعض. وضفت كمان حوالي كوبايه من الميه المغليه وغطيت عليها وسبتها شويه. بعد حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة لما البطاطس تكون استوت بضيفهم في طاجن وبدخلهم الفرن تحت الشواية بس لمدة 10 دقايق علشان الطاجن كده يتحمر وياخد وش. بتطلع من الفرن ريحتها رهيبة وطعمها خطير، من احلى واسهل الطرق اللي انتوا ممكن تعملوا بيها اللحمة، ومش محتاجين جنبها غير شوية رز بالشعرية. لازم تجربوا الطريقة دي عشان سهلة وطعمها تحفة. جربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم، وبألف هنا.